السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت معمول مخصوص لأي طالب داخل ثانوية عامة دفعة 2027 وبرضك طالب أولى وتانية ثانوي دفعة 2027. حبيب قلبي الفيديو دوت بره محتوانا خالص، يعني اللي متابعنا عارف إن أنا بقدم محتوى عن البرمجة وبالتحديد البنتريشن تيستنج، بس الفيديو دوت تقدر تعتبره كده بره المحتوى خالص، يعني مش هيفيدني في حاجة، سواء جاب مشاهدات كتير مش هينفعني في حاجة، لأن أنا رقم واحد مش فاتح إعلانات على جميع المنصات، الحمد لله مفيش اعلانات، ولا مثلا لما يعلي لي المشاهدات هيخليني ان انا يزود مبيعات وان انا اعمل كورسات والكلام دوت. مفيش اي حاجه، فيديو بره المحتوى تماما، يعني حتى لو جاب مشاهدات اكتر انا مش كسبان حاجه، ولو جاب مشاهدات قليله انا مش كسبان حاجه. انا عامل الفيديو دوت لغرض واحد بس مش اكتر، وهو ان لو طالب واحد بس من اللي بيسمعني عمل باللي انا بقوله، يعني هنفترض مثلا يا سيدي ان 1000 واحد اتفرج على الفيديو دوت، طالب واحد بس هو اللي عمل بالكلام اللي انا هقوله، يبقى كده طول فتره الثانويه العامه الطالب الواحد دوت اللي بيعمله بسببي انا خدت اجره. لو عمل باللي انا قلته في الفيديو ابقى انا كده خدت الثواب. ففي واحد ممكن يطلع يقول لي طب انت بتتكلم عن الثانويه العامه وانت داخل زيهم ثانويه عامه، اقول لك فعلا انت عندك حق، بس انا شايف ان انا احسن واحد ممكن يكلمك عن الثانويه العامه، مش علشان خاطر ان انا بقدم محتوى ولا الكلام ده خالص، بره المحتوى طبعا زي ما انا قلت لك، ولكن الفكره كلها ان انا داخل ثانويه عامه زيك دفعه 2027 انا تبعهم. فالفكره ان انا مش هقول لك نصايح تكون فوق طاقتك، لان النصايح اللي انت هتعمل بيها انا كمان هعمل بيها، يعني النصايح اللي انا هقولها لك المفروض ان انا اكون كمان بعملها، فاحنا زي بعض ماشيين في القطر مع بعض. مش مثلا نصيحه هتروح تسمعها من مدرس او من حد كبير وتيجي تقول ده هو هيعرف يعملها بس انا مش هعرف اعملها، انا امكانياتي غير امكانياته. فطبيعي النصائح اللي انا هقولها احنا امكانياتنا زي بعض، احنا الاتنين في نفس المرحله، فطبيعي طالما انا هعرف اعملها انت كمان هتعرف تعملها، والموضوع مش صعب، فعايزك تركز معايا. ومبدئيا كده يا سيدي قبل ما تكمل الفيديو دوت مش زي الفيديوهات خالص اللي انت بتشوفها اللي هي تعالى خد لك 10 نصايح عن الثانويه العامه، زي 5000 فيديو انت شفتهم قبل كده. اصحى بدري، قوم ذاكر، ما تراكمش كل الكلام اللي معروف اللي بقى محفوظ في 5000 فيديو، كل الكلام دوت انا مش هتكلم فيه. قبل ما ابدا برضو مقدمه بسيطه، عشان خاطر في كذا شخص كده كان عمال بيبعت لي بيقول لي انت هتاخد مع مدرسين ايه، انت هتاخد مع مدرسين ايه. حبيب قلبي انا مش هاخد مع مدرسين بيطيروا في الجو عادي، انا هاخد مع مدرسين زي اللي انت هتاخد معاهم، ومش لازم المدرسين اللي انا هاخد معاهم يكونوا هم برضو نفس المدرسين اللي يتناسبوا معاك انت، لا خالص على فكره. مش لازم برضو ان انت تروح تاخد مع مدرسين مشاهير، مش شرط، مش عشان خاطر مشهور يبقى هو كده شاطر. انا ما اقصدش طبعا ان انا اقلل من شأن حد، ان اللي اتشهر دوت اجتهد على نفسه اكتر شويه وتوفيق من ربنا مش اكتر، لان مفيش حاجه لا بايدي ولا بايدك، كله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فهي ديت بس فكره الموضوع. انا اساسا قبل ما اخش ثانويه عامه كنت باخد دايما مع المدرسين اللي جنب بيتنا، يعني انا ما كنتش اعرف حاجه اسمها مدرسين مشاهير خالص، ولا كان جاي في بالي اصلا فكره ان في حاجه اسمها مدرسين اونلاين، يعني الفكره ديت ما جاتش في بالي ولا انا التفت ليها وعرفت لها الا لما دخلت ثانوي. قبل ثانوي انا كنت باخد مع المدرس اللي في الشارع اللي ورانا عادي جدا، والحمد لله كنت بجيب تقدير وبجيب درجات، فمش شرط ان انت تاخد مع مدرس مشهور. بس انا هقول لك عن المدرسين اللي انا باخد معاهم. انا خدت يا سيدي مع 3 عاديين جدا هقولهم لك برضو يمكن تكون عارفهم، و2 مشاهير. الاثنين المشاهير اللي انا خدت معاهم، انا خدت الانجليزي مع عبد الحميد حامد، اظن ان الاغلب يعرف مستر عبد الحميد حامد على اليوتيوب، بس خدت معاه سنتر مش اونلاين، علشان خاطر انا ما برشحش نظام الاونلاين، وهقول لك نظام الاونلاين هيكون مناسب مع مين قدام شويه، ولكن انا ما برشحش نظام الاونلاين. احمد الكاميرا مظبوطه؟ بص لي كده معلش، والمايك لحسن هون كل ده بتكلم في الهوا ماشي. لا مؤاخذة يا جماعة لو عرقت شوية، بس عشان خاطر فاصل المروحة، علشان خاطر صدى الصوت وطلع لكم الصوت بجودة نظيفة. كنا مكملين ان انا خدت انجليزي مع مستر عبد الحميد حامد، وباخد سنتر مش هاخد اونلاين، وهقول لك ليه كمان شوية، عايزك تتقل عليا. والعربي ان شاء الله باذن الله هيكون مع مستر محمد صلاح الغني عن التعريف، سنتر برضك، ولكن لسه ما حجزتش معاه، لسه المستر ما فتحش الحجز، قال ان هو يعلن التفاصيل قريب ان شاء الله باذن الله. بقيه المواد بقى فانا واخدها، بقيه المواد فهي مع مدرسين مش مشاهير، ولكن لو انت من منطقتي من شبرا يمكن تكون عارفهم. الرياضه مع مستر فتحي رمسيس دوت، جربته بصراحه على اليوتيوب، ما كنتش مجربه قبل كده، هو عنده قناه يوتيوب صغيره فجربت له حصه عجبني شرحه فحجزت معاه. والكيمياء مع مستر محمد فتحي
برضك خش جرب له على اليوتيوب. برضك لو انت عايز تاخد معاه، ما تاخدش الحاجه وتقول انا هاخد معاه كده وخلاص، لا خش جربه برضه. جربه يا باشا، لو هتسمع له نص ساعه بس مش اكتر يعني، فاهمني؟ جربه. والفيزياء مع مستر عمرو البارودي برضك عامل قناه على اليوتيوب تقدر تخش تسمع له، عامل قناه على اليوتيوب تقدر تخش تسمع له. فهي ديت كده بالظبط تشكيله المدرسين اللي انا باخد معاهم. نتكلم بقى في الثانويه. معلش سؤال بسيط بس، تقريبا نفس اسعار الدروس هي متوحده على جميع المحافظات. يعني لما شفت المدرسين وسالت ليا زمايلي ساكنين في الدقي، فقلت لهم ايه نظام السناتر هناك، فلقيتهم بيقولوا نفس الاسعار اللي هنا، او فرق بسيط جدا حوالي 25 جنيه او 30 جنيه في الماده، يعني مش اللي هو الفرق الكبير قوي. احنا عارفين ان السناتر الكبيره يا سيدي بتاخد بنظام الحصه، يعني بتخش يكون معاك فلوسك في جيبك، الحصه بقى ب80 ب90 بتخش يكون معاك فلوس الحصه. ولكن السناتر اللي انا هاخد فيها ناحيتي في شبرا هي بالشهر، ولكن كلهم يعني نفس الاسعار تقريبا. يعني مش فكره ان انت بتاخد مع مدرس مشهور، لا هي نفس الاسعار لو حسبتها بالسنتر. هتقولي انت عايز تقول ايه؟ هقول لك اتقل بس عليا شويه. هقول لك تقريبا المواد كلها من 350 ل 400 تقريبا. يعني هنفترض مثلا ان انت زي علم رياضه، هتاخد الفيزياء ب 350 دوت تقريبا. اي مدرس فيزياء لقيته عامل الماده اصلا ب 350، فالاسعار كده عشان خاطر كده انا مشيت الاسعار عليك. فالفيزياء مثلا هنقول ب 350، وهنقول مثلا يا سيدي الكيمياء ب 350، ولو انت علم الرياضه فهنقول مثلا ان الرياضه ب 600. انا بقول لك على الاسعار اللي انا حاجز بيها ماشي. وبقيه المواد مثلا هنقول برضو ان العربي 350 وان الانجليزي 350. فلو جيت يا سيدي حسبت التشكيله دي كده كلها على بعضها، تقريبا هتلاقي مصاريف الدروس حوالي 2000 جنيه. هتقول لي برضو انت عايز تقول ايه؟ اقول لك اتقل عليا، هي 2000 جنيه او اقل. 2000 جنيه يا سيدي، وهنفترض ان انت هتبدا زي من نص 8. هو المفروض هتبدا من نص 8، ولكن العربي والانجليزي في اول 9. فخلينا نقول يا سيدي اول 9. وخلينا اقول لك ان الثانويه العامه كلها على بعضها لا 11 شهر ولا 12 شهر. الثانويه العامه يا سيدي كلها على بعضها هنقول مثلا ان هي 10 شهور، وانت بتتكلم في 2000 جنيه. 2000 جنيه يا سيدي في 10 شهور ب 20000 جنيه. هتقول لي برضو كنت عايز توصل ايه؟ قلت لك اقول لك اتقل، مش هقولها لك تاني غير كلمه اتقل عليا شويه كده. احنا بنتكلم في 20000 جنيه مصاريف دروس بس. لا كلمتك بقى في مواصلات لو سيادتك هتروح بالمواصلات، ولا كلمتك في اكل، ولا كلمتك في مصاريف شخصيه، ولا كلمتك في كتب، ولا كلمتك في ورق الملازم اللي بيكون من تحت لتحت، ولا استمارات حجز الدروس، ولا اي حاجه من الكلام دوت خالص. فهنقول تقريبا يعني ان انت لو جيت حسبت الحسبه دي كلها، انا بقول تقريبا هتلاقيهم هيطلعوا لهم حوالي 50000 جنيه او ازيد. 50000 او ازيد السنه كلها من طقطق لسلام عليكم. انا بقول لك 50000 جنيه او ازيد او اقل حسب المدرس اللي انت هتاخد معاه في الرينج دوت. هتيجي تقول لي انت برضه بتقول كده ليه؟ هقول لك بص يا سيدي، هقول لك ما تخشش الثانويه العامه. اكون هقول لك ايه يعني؟ هقول لك ما تدخلش الثانويه العامه، خدها من قصرها وما تدخلش الثانويه العامه. يمكن تكون المدرسين لو في مدرس بيسمعني يا ريت بس يعرف اللقطه دي. دفعه 2027 بالذات اللي هي دفعتي انا، الدفعه ديت هي حرفيا من اكتر الدفعه العنيده اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. دفعه عنيده جدا، بتحب تمشي دايما اللي في دماغها شمال يمين. طالما هو بيختار شمال انسى ان هو هيجي معاك يمين. هو طالما قال لك شمال يعني شمال، يعني مش هيتراجع عن الشمال. فانت المفروض ان انا بكلم ناس عاقله. يعني المفروض ان اصغر واحد فينا دلوقتي حاليا هيجيب 18 سنه، وفي الاكبر من كده. فالمفروض ان احنا ناس عاقله شويه. يعني حرام لما انت تكون داخل السنه مش هتذاكر. وخد بالك ان انا بقول لك كده وانا عارف ان مش كل اللي هيسمعنا هيعمل بكده. لست عليهم بمسيطر، وانك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانا بقول لك يا سيدي حرام لما انت تخش السنه تقضيها لعب ومرقعه طول السنه وبلاي ستيشن وكوره ومعرفش ايه، وتيجي اخر السنه ما تجيبش مجموع. وهنا احنا عايزين نفرق ما بين نقطتين مهمين جدا. 2 ما بيجيبوش مجموع، نوعين عايزين ما بينهم. واحد ما جابش مجموع بس عمل اللي عليه كويس جدا 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 وخد بكل الاسباب، والتاني ما جابش مجموع علشان خاطر ما ذاكرش. فانا بقول لك على المصاريف دي كلها يا سيدي، مش بتكلم على حته فلوس. حتى لو انت اهلك تنانين وهيصرف عليك كل الفلوس ديت يا سيدي، انا ما عنديش مانع ومش بتكلم في حته فلوس، بس انا بكلمك ان المبلغ كبير. حرام لما انت تخش السنه تكون مش ناوي تذاكر. لا خدها من قصرها يا ابن الناس واطلع بره. هتيجي تقول لي يعني انا بعد ما قطعت الشوط الطويل ده كله اخد بعض وامشي؟ هقول لك ما هو انت قدامك يا تذاكر وتعمل اللي عليك وتاخد بالاسباب، لان كده كده يا ابن الناس انت حقك هتاخده. حقك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيديهولك،
مش البشر، مش اللي قاعد بيعلم الامتحانات في اللجنه، مش لو انا اخترت الاجابه صح او الاجابه غلط. لو انت عملت اللي عليك حقك كده كده هتاخده، ولو مش في الدنيا هتاخده في الاخره. فانت يا ابن الناس انت بتعمل اللي عليك وبتاخد بالاسباب مش اكتر، لكن انت مش ناوي تذاكر، حرام عليك الفلوس اللي اهلك هيدفعوها، حرام. انا المفروض ان انا بكلم هنا واحد عاقل راسي. يعني لو انا اصلا بتكلم مع عيل مثلا في اعدادي او بتكلم مع عيل في ابتدائي، المفروض اهله مسؤولين عنه، مش هتكلم وانا هطلع اعمل الفيديو اصلا. ولكن المفروض ان انا بكلم واحد عاقل راسي. حرام لما انت تروح وتدفع المصاريف دي كلها يا ابن الناس طول السنه، وتيجي في الاخر تجيب 50 او 60%. دوت ما يرضيش ربنا. يرضي ربنا فعلا لو انت جبت 50 60% بس عملت اللي عليك او اتظلمت، هقول لك هنا من حقك. وخليك فاكر يا سيدي ان انت مثلا هنفترض ان انت ما كملتش، فانا دوت راي شخصي، لا راي مدرسين ولا راي اهل ولا راي اي حد خالص، دوت راي شخصي. طالما انت ما دخلتش ثانويه عامه او ما دخلتش كليات، صحيح في فرص متاحه وفي كل حاجه، ولكن ما تضيعش نفسك في 3 سنين من عمرك. يعني مثلا واحد النهارده دخل دبلوم، ممكن تيجي تقول لي ايه هو فايده الدبلوم النهارده لو هو معهوش مهارات معهوش لغه؟ واحد دخل قضى 3 سنين في الدبلوم، هل الدبلوم دوت هيشغلك بحاجه؟ هيفيدك بحاجه؟ فانا بسالك سؤال، ايه هو لازمتها ان انت قضيت 3 سنين في الدبلوم غير ان انت يتقال عليك معاه دبلوم صنايع معاه دبلوم تجاره ومكتوب في البطاقه؟ ملهاش اي 30 لازمه، زيك زي اللي معاه اعداديه. اهي الثانويه العامه برضو نفس الكلام، لو انت ما جبتش مجموع يدخلك كليه كويسه، جبت مثلا 50%، ال 50% دول هيدخلوك كليه مش هيدخلوك كليه، فزيك برضو زي اللي معاه اعداديه، زي اللي معاه. تيجي تقول لي انت ما تقارنيش، هقول لك يا سيدي عارف ان انت جامد وقضيت 3 سنين في ثانويه عامه، بس الدنيا ما بتتقاس كده. هل لما انت تروح لشخص، يعني مثلا النهارده 3 اشخاص راحوا موظف وقالوا له احنا عايزين نشتغل في المجال الفلاني، انت معاك ايه؟ انا معايا خريج ثانويه عامه ما دخلتش كليه موقف بعدها، وانا خريج صنايع وانا خريج اعداديه، كلهم بنفس مستوى بعض، لا ده دخل كليه ولا ده دخل كليه ولا ده دخل كليه. فهتيجي تقول لي بس دوت دماغه احسن عشان خاطر دخل ثانويه عامه، هقول لك انا عارف كل الكلام ده، كل الكلام ده بينا وما بين بعضينا. يا رب تكون الرساله وصلت وتخاف على اهلك. ال 50,000 جنيه اللي انت كنت هتدفعهم او اكتر دول في الثانويه العامه، لو انت مش ناوي خدها من قصرها واطلع. هتيجي تقول لي اصل انا خايف ان انا لو قلت لاهلي كده اهلي مش هيكونوا ما اعرفش ايه، اقول لك امال انت لما تروح وما تذاكرش وتدفع حوالي 50,000 جنيه هل كده انت بترضي ربنا قوي؟ فاهمني يا حبيب قلبي؟ فيا رب تكون الرساله وضحت. انت مش ناوي تخش، ما تخشش يا عم. انت لو خدت الفلوس دي استثمرتها في اي حاجه تانية، ان انت تتعلم بيهم مهاره او تتعلم بيهم لغه، رغم ان انت ممكن تتعلم بالمجان عادي، بس هنفترض او انت كملت عليهم وقلت اعمل مشروع، او انت كملت عليهم وخليت حد من اهلك يطلع يعمل عمره. انا برضو قلت الكلمتين دول، ولكن انا عارف برضو ان انت لست عليهم بمسيطر، وكمان انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانا قلت الكلمتين دول يا سيدي، وانت برضو اللي عايزه اعمله، ولكن انا قلت الكلمتين اللي عليا لعل وعسى حد يعمل بيهم، ولو واحد عمل بيهم بس هيكون انا في ميزان حسناتي. لا اما تخش وتذاكر وتعمل اللي عليك قدام ربنا علشان خاطر المصاريف ما تروحش في الارض، يا اما ما تخشش وتاخدها من قصرها. اظن ان الحته دي كده خلاص انتهت ومش هتكلم في النقطه دي تاني. انا قلت الكلام، وانت برضو يا سيدي انت براحتك. بالنسبه بقى لشكل المواد وتقسيمه المواد وايه هي المواد اللي تتذاكر وكل الحاجات ديت، هي ديت ان شاء الله باذن الله اللي احنا هنقوله دلوقتي. حبيب قلبي هناخد قصه صغيره ليا وانا في ثالثه اعدادي امثلها لك، وقصة تانية برضك من شخص عندنا في العيلة، برضك عايزين نمثل كده الحكايتين دول. نبدأ الأول بالشخص اللي عندنا في العيلة دوت. كان ليا شخص في عيلتي كان وهو في ثالثه اعدادي كان عايز يجيب مجموع ويخش ثانويه عامه، فللاسف ربنا ما اردش، ما جابش مجموع. كان شادد قوي الترم الاول وجاب مجموع كويس، وجه الترم الثاني ما تعرفش كده اللي هو ايه بوخ، فجاب مجموع بعيد قوي عن ثانويه عامه اللي هو كان 204 او 205 حاجه زي كده. المهم يا سيدي ان هو زعل جدا ودخل بعد كده صنايع. فدخل صنايع بس اجتهد فيها، فربنا كرمه. حاليا دلوقتي هو داخل تانية كلية ميكاترونكس. الكلية دلوقتي اللي احنا في ثانوية عامة مجموعة بيكون 92 و93، فاللي بيخشها من ثانوية عامة بنقول عليه برافو عليه ما شاء الله. هو كان جايب حوالي 98% في ثالثة صنايع، عمل معادلة مع شوية حاجات بسيطة ودخل الكلية ديت. طب هي دي أصلا الكلية اللي هو كان عايز يخشها. تخيل لو هو بقى كان دخلها من ثانوية عامة لما هو زعل. فشوف ربنا خد من هنا وحط هنا علشان خاطر ربنا يكرمه ويخش الكليه ديت. هو ده برضو اللي انا عايز اوصله لك. مش شرط ان انت ما جبتش كليه احلامك يبقى انت كده ربنا مش هيوفقك. الكليه اللي ربنا هيختارها لك هي ديت الكليه اللي هتتناسب معاك.
واظن ان الكلام اللي انا بقوله دوت كلام بديهي جدا، واي حد انت كل اللي عليك بس ان انت تسعى، لو الكليه فيها خير ليك هتلاقيها جايه لك لحد عندك، هو دوت المهم. واظن ان احنا عندنا برضو نماذج كتير جدا، يعني عندنا نموذج زي الباشمهندس احمد ابو زيد، اكيد كلكم عارفينه، اللي كان عايز يخش هندسه وما دخلش هندسه بترول، ودلوقتي ما شاء الله بقى من اكبر صناع المحتوى اللي في الوطن العربي، وغيرهم من نماذج كتير جدا. وفي اللي بيخش الكليه اللي هو عايزها اصلا وفي الاخر ما بيشتغلش بيها. يعني انا برضو اعرف شخص بيقدم برضو محتوى على اليوتيوب حاليا دلوقتي، هو شغال في مجال الانيميشن وهو خريج هندسه، اللي جاب الانيميشن للهندسه، فعادي كتير جدا اصلا يكاد يكون 50% ما بيشتغلش بالكليه بتاعته. نرجع بقى يا سيدي لموضوع ثالثه اعدادي. انا عندي مهم جدا ان انت تشوف ايه هي المواد اللي انت واقع فيها، علشان خاطر ديت بقى الفخ برضك عندي في ثالثه اعدادي. فكل الغلطات اللي اتعملت في ثالثه اعدادي هنحاول نجيبها كده نطبقها على اللي داخلين ثانويه عامه وبتوع اولى وثانيه. ما تخافوش مش ناسينكم، في حاجات جايه لكم في الطريق، يا ريت انتوا تستفادوا من الاخطاء اللي انا بقولها. المهم يا سيدي موضوع ان انت ما ذاكرتش في اولى وثانيه ثانوي هنجيبه برضك باننا ما ذاكرتش في اولى وثانيه اعدادي. هل ده هيأثر عليك؟ هيأثر عليك لو ما لحقتش نفسك وتأسست من دلوقتي في الاجازه. انا يا سيدي خرجت من الابتدائي، دخلت على اولى وثانيه اعدادي ما ذاكرتش ولا فتحت كتاب. يعني يمكن يكون في ثانيه اعدادي هو اللي بدات اظبط نفسي شويه، ولكن برضو كانت الدنيا عاديه. انما في اولى اعدادي حرفيا ما فتحتش كتاب. يعني انا فاكر لحد دلوقتي كنت داخل، فاكرها ساعتها والله العظيم، كنت داخل الامتحانات في الترم الاول في اولى اعدادي، والله ما كنت اعرف ايه هو اسم الدرس اللي انا المفروض اخده. انت متخيل هي واصله بيك لدرجه ايه؟ يعني هي بتوصل بيها للمراحل ديت، كانت واصله بيها للمراحل ديت عادي. والحمد لله شديت نفسي الترم الثاني وعديت. ولكن ايه هي بقى اللي انا عايز اقوله لك، ان موضوع الحماس الزايد لو انت ما ذاكرتش في اولى وثانيه، فاهمني؟ اللي هو انا هنا بتكلم اللي ما ذاكرش في اولى وثانيه، اللي هو بلاط، اللي هو حرفيا فعلا ما ذاكرش في اولى وثانيه. اللي قدامك دوت مش اللي هو ذاكر قوي في اولى وثانيه وان انا بحاول ابين لك ان انا تنين. انا جايب الترم اللي فاكرها جايب في اولى ثانوي 75% وجايب في ثانيه ثانوي 70%، فجايب في التوازن. مش مثلا لو هنقارن ديت مثلا باولى اعدادي وثاني اعدادي اللي هو انا كنت بعدي فيهم بالعافيه، اللي هو زقوها عشان خاطر يعدي. فكنت مفكر الموضوع سهل وعادي وهنخش ثالثه اعدادي وهنذاكر، هنخش ثالثه اعدادي ونفهم الدنيا. وكان يجي كذا حد من اهلي يقول لي في حد في عيلتك جاب 278 من 80، ده جاب 200 ما اعرفش كام، ده جاب 200 ما اعرفش كام. فيجوا يقولوا لي 260 و270، اقول لهم فاشل. انا هفاجئك اصلا في الاخر 260 و270 فاشل. لا اقل من 275 فاشل بصراحه. يعني ده في نظر انا، وهتشوفوا لما انا اخش اعمل ايه. بص بقى الكلام الزايد والثقه الزايده. وبالفعل يا سيدي دخلت فعلا السنه وابتديت اذاكر باقصى مجهود عندي انت ممكن تتخيله، والحمد لله كانت السنه ماشيه معايا تمام والدنيا تمام، لحد ما جيت يا سيدي على امتحانات الترم الاول. وكنت بفكر ان العيب من امتحانات الترم الاول. ما كنتش اعرف بقى ساعتها ان انا عندي مشكله في الانجليزي وعندي مشكله في الرياضه. المشكله في الرياضه الحمد لله كنت بجيب درجات حلوه في الامتحانات، ولكن قابلتني في اخر السنه. الرياضه عندك بتيجي تراكميه، اساسي لازم يجي عندك تراكمي، فانا ما ذاكرتش في اولى وثانيه، فكل الاسئله التراكميه ديت بالتالي كنت جايبها غلط، لان انا ما ذاكرتش في اولى وثانيه. تيجي تقول لي المفروض الاستاذ بيعمل لك حصه مراجعه، حبيبي انت لو مش مذاكر في اولى وثانيه انت مش هتفهم اللي هو بيشرحه، لان هو بيعمل لك حصه كام؟ ساعتين 3 4، انت اصلا مش فاهم منهج اولى وثانيه. هي ديت الفكره مش اكتر. فديت اول غلطه انا كنت عاملها. تاني غلطه وهو موضوع الانجليزي، بما ان انا كنت مهمل فيه في اولى وثانيه فطبيعي اخش الانجليزي بلاط. الانجليزي كنت جاي في ثالثه اعدادي كل الكلمات اللي انت ممكن تتخيلها ما كنتش حرفيا بسيب حرف، بحفظ كل كلمه، ولازم اخش اجيب في الامتحان 60 من 60 في الكلمات. مثلا لو بمتحن 60 كلمه 60 من 60 انقص نص درجه، انقص درجه بالكتير قوي، انقص درجتين، ولكن هو دوت درجاتي. اجي بقى يا سيدي ابص في الاسئله، انا عايز احل والله، يعني انا نفسي احل، انا بذاكر كلمات بحفظها، جرامر بذاكره، نفسي احل، انا اصلا مش عارف اقرا السؤال. انت واخد بالك انا مش عارف اقرا السؤال. فدي كده يا سيدي حاجه من المشاكل اللي انت المفروض تحلها في اولى وثانيه، وانت مسيادتك ما حلتهاش في اولى وثانيه. يعني اللي ما حلهاش في اولى وثانيه المشاكل اللي زي كده حرفيا انا بشفق عليه، ولكن في حل هقوله لك ان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو يمكن يفيدك، ولكن لو عملته ان شاء الله باذن الله انا متاكد ان هو ان شاء الله باذن الله هيفيدك. المهم يا سيدي جت بعد كده امتحانات اخر الترم اللي هو كان خلاص فينش، وهنا قصدني دور عيا انا عمري في حياتي ما هنساه. يعني فاكرها من ساعه ما اتولدت وجيت الحياه لحد دلوقتي انا ما جاليش دور عيا قبل كده. اول ترم 110 من 140،
42. في مواد بقى اصلا يعني في مواد كمان وقعتني بره الانجليزي، زي مثلا ماده العلوم. الماده ديت انا كنت ذاكرها وطاحن نفسي فيها طول السنه، وبسبب دور البرد جبت فيها برضو درجه وحشه، فكده برضو جبت حوالي 14 من 20. الدرجات كانت من 20 في العلوم والدراسات، فجبت حوالي 14 من 20. المهم يعني عشان خاطر الخص لك الحوار برضو بالنسبه لعلمي وبالنسبه لادبي، فكره ان المدرس يجي يقول لك انت هتختار علمي وتختار ادبي بناء على مستوى فهمك ومستوى ادراكك ومستوى معرفش ايه، الكلام دوت مع احترامي للمدرسين دوت راي شخصي، انا مش مقتنع بالكلام دوت لسبب. انت بتختار الشعبه بتاعتك بناء على الكليه اللي انت عايز تخشها. انت عايز تخش طب وشاطر في ادبي ومش شاطر في علمي، وهنا ما اقصدش ان انت مش شاطر في علمي ان انت ميح، ما هو انت لو ميح ومهما ما بتذاكر ما بتعرفش تحل نهائي، لا خلاص ما تخشش علمي. ولكن بتكلم ان انت متفوق في ادبي ولو ذاكرت العلمي تعرف برضو تأدي فيه وتجيب فيه درجات كويسه، هنا هقول لك لا مش شرط ان انت طالما شاطر في ادبي خش الشعبه حسب الكليه اللي انت حاططها، او يا سيدي كليه احلامك. انا كنت شاطر جدا في المواد الادبيه، ماده الدراسات او حاليا التاريخ والجغرافيا في ثانويه عامه، لدرجه ان انا في ثالثه اعدادي كنت بمسك الدرس اقراه واقوم قافل الكتاب تاني واحل لو في واجب عليه بقوم حله، وكنت بخش اجيب درجات وبقفل الامتحانات. انا بقول لك كنت شاطر جدا. ولما دخلت اولى وثانيه ثانوي فاكرها كانت اعلى الدرجات برضو اللي بجيبها التاريخ، ومع ذلك دخلت علم الرياضه. يعني الدراسات انا كنت بقول لك انا كنت جاي على الترم الاول ده كنت متدشمل، ويوم ما وقعت فيها جبت فيها 18 من 20، وجيت الترم الثاني عوضت وقفلت. هتيجي تقول لي بس انت قلت لي ان انت وقعت وكل الكلام دوت، هقول لك الحمد لله، ولكن جيت الترم الثاني ظبطت نفسي شويه. مثلا ماده زي العلوم اللي انا قلت لك ان انا برضو وقعت فيها، جيت الحمد لله برضو قفلتها. ولكن كانت جايه بقى هنا المشكله في الانجليزي. فهنا يا سيدي بقى يجي موضوع التنسيق. التنسيق جابني 222 وانا محافظتي محافظه القليوبيه، التنسيق كان واخد من 225، وقفت عليا يا سيدي على 3 درجات. وسبحان الله السنه اللي فاتت نزل ل 220، ولكن انا بقول الحمد لله طبعا على كل حال. بس انا يا سيدي كنت مصر على ثانويه عامه، وبعد ما حاولت اقنع اهلي الحمد لله وهم حسوا فعلا ان انا عملت اللي عليا. عشان خاطر كده بقول لك حاول على قد ما تقدر تعمل اللي عليك. من اول ما انا دخلت اولى ثانوي قلت اول حاجه اعملها ان انا اظبط الانجليزي بتاعي. ازاي ما اعرفش، لازم كل اللي انا عملته واللي انا بوظته في اعدادي دوت ارجع اصلحه تاني، ولكن مش بالطريقه التقليديه اللي انت تخش تكون مذاكر وتخش تجيب الامتحان تقوم باخخ اللي انت حافظه، بعد كده تخرج من الامتحان مش فاكر انت اكلت ايه امبارح. فانا ما ذاكرتش انا خالص بالطريقه دي، لا انا عايز اذاكر الانجليزي بطريقه يخليني ان انا اعرف اتكلم اصلا. فقسمته الاستماع، فقسمته بقى بالطريقه اللي المفروض الناس كلها اصلا تتعلم بيها، ان انا احفظ كلمات واحفظ جمل واسمع افلام، لان الافلام اللي بالانجليزي مهم جدا. وقبل اي حاجه بتعمل ساعتها امتحان اسمه تحديد مستوى دوت، هتخش هتلاقيه على موقع زي موقع الجامعه الامريكانيه. الامتحان بيتعمل مجانا، بيختبروك في حوالي 60 او 70 سؤال، بعد كده يقولوا لك انت مستواك كده في الانجليزي ابدا من هنا. وبالفعل امتحنت الامتحان دوت وعرفت احدد مستواي ومشيت بالطريقه اللي انا بقول لك عليها ديت، ان انا مقسم الجرامر بذاكره، مقسم استماع، مقسم حفظ كلمات اللي هي مثلا اهم 5000 كلمه في اللغه الانجليزيه كل يوم مثلا بحفظ عدد معين. فانت حتى لو في ثانويه عامه ممكن تيجي تقول لي طب انا هكون مش فاضي مثلا يا سيدي للطريقه دي، هقول لك لا والله العظيم هتكون فاضي. انت لو خصصت لنفسك كل يوم 10 دقائق بس للطريقه دي من هنا لحد ما تيجي امتحانات الثانويه العامه، لو انت في نفس مستوايا وفي نفس مشكلتي دلوقتي حاليا، انا سيادتك انا مش طالب منك حاجه غير ان انت لو كان مستواك كده ذاكر يا باشا كل يوم، حتى لو هتذاكر نص ساعه كل يوم، نص ساعه من هنا لحد ما تيجي امتحانات الثانويه العامه، انت هتلاقي مستواك في حته ثانيه خالص والله العظيم. بالنسبه برضك لموضوع الرياضه، فممكن تاخد فيه كورس تاسيس، في كذا كورس تاسيس ممكن تبدا بيه من دلوقتي على اليوتيوب. وعلى عجاله كده بقى برضك في السريع، موضوع سنتر ولا اونلاين؟ بص يا سيدي، لو انت مجرب الاونلاين في اولى وثانيه ولقيته ونجح معاك كنت بتجيب درجات حلوه، خش فيه في ثالثه من غير ما تفكر ومن غير ما تسمع لحد. ولكن لو انت لسه اول مره تجربه في ثالثه وتقول انا هشوف نفسي لو انا ملتزم او لو انا مش ملتزم، ولا انت ما تعرفنيش انا جامد تنين، انا كنت في اولى ثانوي وكنت باخد في سنتر، جيت في ثانيه ثانوي خدت اونلاين، والله العظيم يا جماعه كنت مراكم. فاكره كانت الامتحانات داخله وكنت مراكم زياده عن نص المحاضرات. ليه؟ لان انا عمال اقول انا النهارده مثلا اصور فيديوهات ولا اقعد اعمل مونتاج لفيديو ولا اقعد اذاكر المحاضره، لا بص خليها بكره، نيجي بكره مثلا خارج مشوار، بص خليها بالليل هبقى اسمعها. ولكن السنتر هيجبرك لان انت دافع فلوس فهتضطر تروح السنتر.
فنصيحه، انا جربته ولقيت نفسي فاشل فيه، ودوت حاجه مش عيب. انا فاكرها في والله العظيم دفعت فلوس في كل ماده وتقريبا ما استفدتش بالفلوس ديت. جيت في الاخر لميت المنهج بمراجعات على اليوتيوب، جيت في الاخر في اللي هو في اخر شهور لميت المنهج بمراجعات من على اليوتيوب، والفلوس اللي انا كنت قاعد بدفعها في المنصات نصها يعتبر راح. فانت ما تسوحش نفسك في سنه مهمه زي كده. في مثال بيقول لك اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. احنا عارفين السناتر وان انت هتعرف تلتزم في السنتر، فنصيحه بلاش الاونلاين. لو انت ما جربتوش في اولى وثانيه ما تفكرش فيه اصلا، لكن لو انت جربت في اولى وثانيه شايف ان مستواك كويس فيه، لا خلاص خش ان شاء الله باذن الله في سنه ثالثه وهتجيبك. ولكن لو انت ما جربتوش في اولى وثانيه اوعى تخاطر في ثالثه بالذات، روح سنتر وتوكل على الله يا ابن الناس. حاجه كمان معلش يا سيدي، وهو موضوع الدين. لازم طبعا في خلال الفتره زي كده ان انت تهتم بدينك كويس. يعني مش محتاج اقول لك ان انت لازم تهتم بالصلاه، لازم تصلي طول ما انت قاعد في البيت، لازم تصلي الصلوات في المسجد. اهتم بصلاه الفجر لو انت هتصحى من بدري. لو انت يعني عايز تشوف ايه هو افضل روتين ان انت تصحى من الفجر، دوت اللي انا ماشي بيه. هو ممكن ما يمشيش معاك، علشان خاطر كده ما حبيتش اخش في موضوع الروتين دوت. بتحب تذاكر بالليل ذاكر بالليل، ولكن الافضل اصلا للدماغ ان انت تذاكر بالنهار. فالافضل ان انت تصلي الفجر كده حاضر، وتبدا لو هتروح درسك في السنتر او لو هتقعد تذاكر في البيت. واذ يو لايك برضو براحتك، اعمل يا سيدي اللي انت عايزه، ولكن دي برضو يا سيدي نصيحتي. ولكن الصلاه لازم تهتم بيها، ودوت مش راي شخصي، ده راي الكل. واحد مثلا يجي يقول لي طب انا منزل سنتر والسناتر بتكون موعدها مع مواعيد الدروس، اقول لك انا اسف ينعل ابو ام الدروس، ما فيهاش هزار يا حبيبي. انت قاعد في الدرس، قاعد في الحصه، بعد اذنك يا مستر الاستاذ يقول لك يا ابني انا بشرح حاجه مهمه، مفيش حاجه اسمها بشرح حاجه مهمه، روح صلي. انا كنت والله العظيم في اولى ثانوي كان معايا 2 زمايلي كانوا والله اول ما الاذان ياذن انا ما كنتش برضو باللي هو ايه بالروح اللي انا فيها دلوقتي، لا انا كان ممكن الاذان ياذن اقول يا عم يلا قشطه نصليها في البيت والموضوع هيعدي. ما كنتش في درجه الوعي اللي انا بقيت فيها دلوقتي، فكنت بقول يا عم قشطه نصليهم في البيت مش اشكال. ولكن دول والله كانوا بيقوموا ويسيبوا المدرس حتى لو بيشرح حاجه مهمه. كنا قاعدين في قاعه كان بيكون قاعد فيها حوالي 200 300 واحد، كنت والله فاكرها هما الاثنين الوحيدين اللي يقوموا كده ويقولوا احنا هنقوم نصلي. كان في مصليات في السنتر كانوا يخشوا قاعه محدش بيشرح فيها، يصلوا ويرجعوا تاني الحصه 5 دقايق 10 دقايق. وخليك فاكر ولا بايدي ولا بايدك، ربنا ادي ربنا حقه علشان خاطر ربنا يديك حقك. فلازم في سنه زي ديت يا سيدي ان انت تهتم بالصلاه. في سنتر قوم صلي، المدرس ما يرضيش سيبه وخد بعضك وامشي غوره، دوت رايي الشخصي هنا لما انا بقول لك كده، فاهمني؟ ولكن انا بقول لك كده لان انا متاكد بنسبه 100% ان مفيش مدرس طالب هيقوم يقول له انا عايز اقوم اصلي حتى لو بيشرح حته مهمه. حتى يا سيدي لو الحته ديت فاتتك ممكن تخش تجيبها يا سيدي من على اليوتيوب وتسمعها لو المدرس ما رضيش يعيدها لك بعد كده. ولكن لو هو مدرس كويس فعلا ومدرس محترم مع احترامي لكل المدرسين هتلاقيه بيعيدها لك تاني. ولكن اوعى تفوت فرض، حتى لو انت في السنتر قوم واستأذن وخد بعضك وروح صلي. والافضل ان تكون كلها دروسك الصبح علشان خاطر موضوع الصلاه. يعني انا تقريبا 3/4 الدروس ظبطت مواعيدها على 9 و8 الصبح. واحد بقى يجي يعمل بقى فيها تنين ويعمل فيها عنتر ما اعرفش مين ويجي يقول لي طب انا ما بصليش وشايف كميه توفيق رهيبه. هقول لك احذر، ما هو ربنا بيقول لك في القران حتى فتحنا على ابواب كل شيء، بعد كده ربنا بيقول لك ايه فاخذناهم بغته. فلما تلاقي ربنا فتح لك الدنيا كده وانت تلاقي نفسك ان انت فعلا مقصر وعارف ان انت مقصر وتيجي تقول طالما الدنيا ماشيه عادي، هقول لك لا، هنا والله العظيم دوت يكون اشد القلق. هقول لك عارف لو انت مبتلي يبقى احسن، يبقى ربنا عايز يرجعك وربنا بيحبك. حبيب قلبي لو عايز برضك نصيحة تجيب معاك من الآخر، يعني لو انت فعلا عايز تخش ان شاء الله بإذن الله الثانوية تجيب مجموع انت حاطط رجل على رجل، وعايز بقى نصيحة فعلا من الآخر، فهي نصيحة صعبة جدا فوق ما انت ما تتخيل، ولكن اضمن لك بيها بنسبة 95% بعد توفيق ربنا ان شاء الله بإذن الله ان المجموع اللي انت عايزه وازيد كمان بإذن الله يكون في جيبك. بص، هي حاجة يعتبر من أصعب الحاجات ومن أصعب أنواع الإدمان، أصعب من المخدرات ذات نفسها. ولكن أنا عارف إن في ناس أكيد بتعمل الموضوع دوت وفي ناس مش بتعمله، وأنا هقوله يمكن لعل وعسى حد يعمله بسببي، وهو هذا الشيء اللعين
ان انت تبعد عنه نهائي طول فترة السنة ديت نهائي. استخدمه ساعة واستخدمه ساعتين وكل الكلام دوت، لا، لو عايز تاخدها مني فعلا نصيحة والله العظيم ابعد عنه طول السنة نهائي. واحد هيجي يقول لي طب انا لو دروسي اونلاين، هقول لك عندك قنوات التليجرام وعندك قنوات الواتساب، كل دول بينزل عليهم كل حاجة لو انت مشترك مع المدرس اونلاين، وبيكون معاك تابلت المدرسة بيسمع عليه، او اكيد بيكون معاك لاب. غير كده انت لا محتاج فيس ولا محتاج تيك توك ولا محتاج انستا في اي حاجة. الثلاث برامج دول هم سم حرفيا طول فترة السنة دي كده. الثلاث برامج دول والله العظيم مجرد سم، وبيسبب لك اللي بقى يسمى باللي طالع جديد دلوقتي تعفن الدماغ. تعفن الدماغ دوت انا اصلا لاحظته عليا والله، وهو بيعمل لك قلة تركيز في اليوم اللي انت بتستخدم فيه السوشيال ميديا كتير. فنصيحة جرب، ولو مش مصدقني جرب تعملها يومين او 3 وانت هتشوف بفرق من نفسك. الحاجة اللي انت كنت بتخلصها في 3 ساعات مذاكرة هتخلصها في 1.5 ساعة، والحاجة اللي كنت بتخلصها في 5 ساعات هتخلصها في 2 ساعتين. جرب وهتدعيلي والله. يعني يعتبر لو عايز تعرف ايه هي اغلى نصيحة في الفيديو دوت انت ممكن تعمل بيها تقفل لك الموضوع ده كله طبعا بعد الصلاة، هي ان انت سيادتك تبعد عن السوشيال ميديا نهائي. انا عارف ان هو تحدي صعب، فواحد مثلا هيجي يقول لي انت هتقطع نهائيا، هقول لك انا لو عليا انا عايز اقطع نهائيا، ولكن انا هحاول على قد ما اقدر. مش هكدب عليك واقول لك ان انا هقطع نهائيا، ولكن هجاهد على قد ما اقدر، وهحاول ان التليفون ان انا ما استخدمش ال3 برامج دول، او ممكن اعمل حركه ان انا امسحهم واحملهم عندي على اللاب لو انا بنزل محتوى، بس كده مش اكتر. انما ما سيبهمش معايا على التليفون، لان التليفون اكتر حاجه انت سيادتك بتستخدمها في اليوم اصلا من المفروض. ونصيحه كمان برضو عايزك تركز عليها، وهي الناس اللي انت بتمشي معاها خلال الفتره ديت. ما تبقاش مثلا بتمشي مع واحد بيشربوا سيجارتين 3 في اليوم وانت تيجي تقول انا عايز اجيب مجموع. اكيد اللي بيمشي مع متعاص بينعاص. فبرضو يعتبر لو هناخد تاني نصيحه اهميه ان انت تتصاحب على ناس كويسه. لو انت كنت متصاحب على ناس وحشه غيرهم من السنه دي. دول كده يعتبر هم اغلى نصيحتين انت ممكن تاخدهم في الفيديو دوت. تاني حاجه بقى، لو انت مش من ده كله خالص وانت شاطر تنين جدا في كل الحاجات الكويسه، بتطلع الاول على مدرستك، بلاش تكون تنك، لان القلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. فبلاش نصيحتي ليك التناكه، ان انت تكون قاعد مع اصحابك مثلا، ودوت انا شفته كتير طبعا لما كنت منزل سنتر. كان معايا اشخاص كتير جدا ما شاء الله عليهم شاطرين. كان في اللي بيكون بصراحه مش متكبر وبيكون عادي جدا وبيقعد في وسط العيال عادي جدا، وفي اللي تحس ان هو واخد جنب كده ما يحبش يكلم حد، وانا ما اعرفش مين، انا شاطر، انا اللي بطلع الاول على المدرسه وانا اللي بطلع الاول على المحافظه. فبلاش يعني تكون من الاشخاص ديت، لان انت عارف ان كل حاجه بايد ربنا. فممكن في ثانيه لا ثانيه كده تقوم مقلوب كده. وانا بقى احتاج بقى اقوم قايل لك قصه علشان خاطر يمكن تكون انت فيك الصفه دي وبسبب القصه ديت. وانا في ثالثه اعدادي كان معايا شخص، كان الشخص دوت محترم جدا، كان في حاله وكان شاطر. يعني هو كان شاطر ومجتهد وفي حاله. كميه الاحترام اللي انت ممكن تلاقيها فيه وانا هنا عايزك تفرق ما بين حاجتين: احترام وقلة كرامة، او اللي هو احنا بنسميه غلبان. اي حد ممكن يجي عليه. لا، هو ما كانش غلبان ولا اي حد يجي عليه، هو كان محترم. عشان خاطر اول ما حد يجيب سيرة الاحترام بيقول لك ده غلبان وعلانيات. لا، في فرق ما بين الاحترام وفي فرق ما بين يكون غلبان. انا بقول لك كان محترم في حاله، طيب جدا فوق ما انت ما تتخيل. مش عايز يعني اتعمق لك. الشخص دوت بعد ثالثه اعدادي انا ما شفتوش تاني، ما كانش فيه تواصل، ما كانش معايا مثلا رقم تليفونه او حاجه زي كده، فما شفتوش. فلسه والله شايفه من قيمه اسبوع او اسبوعين بالظبط، لسه شايفه ومقابله. كنت راجع من مشوار ولقيته راكب العجله وشايفه، فعيني جت في عينه كده، عرفت ان هو. فرايح اسلم عليه وايه عامل ايه وبتاع، انا كويس الحمد لله. بصيت لقيته بيطلع سيجاره من ايده وبيشرب. اللي جاب دوت لدوت حرفيا، لو انت كنت حضرت الموقف اللي انا فيه مستحيل تقول ان هو دوت الشخص اللي كان معاك في ثالثه اعدادي نهائيا. يعني في كام واحد كده مثلا في دفعتك ممكن تقول عليهم ان هم دول ممكن يتغيروا، ولكن الشخص ده بالذات انت كنت ممكن تقول عليه ان هو مستحيل، هو هيفضل كده محترم طول حياته. فبلاش غرور وبلاش تناكه. ديت يعتبر من ثالث اهم نصيحه انت ممكن تاخدها في الفيديو دوت. تاني حاجه، وهو حوار مطلعاه المدرسين على السوشيال ميديا، وهو بيقول لك اتعب في الثانويه عشان خاطر ترتاح بعدين. بيقول لك الجمله ديت مش صحيحه،
والمدرسين كدابين، ما تمشيش ورا حد. فعلا لو تعبت في الثانويه وجبت مجهود في الثانويه هتخش الجامعه ترتاح. واحد هيجي يقول لي انت بتقول ايه؟ اقول لك والله لا تخش الجامعه هترتاح. هتيجي تقول لي انت تقصد ايه؟ اقول لك مش قصدي اقول لك ان انت ترتاح من المذاكره، لا، انت كده كده هتذاكر وهيطلع عينك اكتر من الثانويه وامتحانات ومش هتطرحم. ولكن انا هنا عايز افرق ما بين حاجتين، ما بين تعب عن تعب يفرق. يعني ايه تعب عن تعب يفرق؟ يعني انت مثلا لما تشتغل مثلا هنجيب واحد تعب مثلا في مجال البرمجه، قعد لمده 3 سنين تعبان جدا، بيحل مسائل كتير جدا. كان بيحلها ازاي؟ كان قاعد تحت عربيه بيحلها، كان شغال في مصنع بيتعامل معامله العبيد، بياخد له حوالي 100 جنيه في اليوم وبيطلع له في اخر الشهر ب 3000 جنيه، ولا كان قاعد في بيته معزز مكرم بيذاكر وبعد كده راح يشتغل في شركه ويجي بقى يقول لك في الاخر ان هو تعب؟ مش قصدي طبعا ان انا اقلل من حد، انا صحيح معاك ان هو تعب، ولكن تعب بكرامته واشتغل شغلانه محترمه. غير واحد ممكن يكون مش متعلم، شغال في مصنع او شغال في ورشه او شغال في اي حاجه، هنا بقى فعلا اللي انت تقول عليه بيتمرمط وبيطلع عينه. هتيجي تقول لي طب ما هو ما اتعلمش، اقول لك في اللي هو فعلا ساب التعليم وفي اللي ما كانش معاه اصلا ان هو يتعلم. فانت عامه على اي حال المفروض تقول الحمد لله. ففعلا هترتاح فعلا في الجامعه، هو المقصود بيه لما حد يجي يقول لك هترتاح، واللي المدرسين بتحاول تشوهه ان انت هترتاح، ان انت فعلا هتذاكر، ولكن هتذاكر بكرامتك وتاخد شهادتك وتشتغل شغلانه محترمه. صحيح انت عمال تتعب، هتخلص الجامعه والمفروض تشتغل، او ممكن تشتغل من وانت في الجامعه، اللي الناس كتير جدا بتعملها على فكره، من المهم ان انت تشتغل وانت في الجامعه، بس تكون حاجه في مجالك، ما تسيبش مجالك. فيا رب تكون فهمت الحته ديت، تعب عن تعب بيفرق كتير قوي والله. تاني حاجه يا سيدي، وانت بتذاكر حاول تجيب اخرك جدا وفكك من حكايه الشغف ديت، لان كل ديت وساوس من الشيطان. وانا لسه جايب لك حته تعب عن تعب بيفرق. اظن ان التعب انت ما تستحملش، لو انت اصلا مش مستحمل ثانويه عامه فانت اكيد ما تستحملش ساعه واحده من التعب اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو المصانع والورش وكل الكلام فانت بتتعب بكرامتك، معزز مكرم، في الاخر عارف ان انت هتكون حاجه، علشان خاطر احتمال كبير جدا بنسبه كبيره مش مؤكد، انا عارف ان هي ممكن تكون اشاعات، ولكن الاحتياط واجب ان السنه دي تكون عشان خاطر اخر سنه تكون من اصعب الامتحانات اللي جت على الثانويه العامه من اول 2020، اللي هو من اول النظام بتاعنا عشان خاطر ديت اخر سنه. انا طبعا مفيش قرار رسمي، تخمين وتخمين كذا حد من الزملاء، ولكن الاحتياط واجب، فحاول تجيب اخرك على قد ما تقدر. وعامه كده في تلك الحالات مفيش حاجه اصلا بتيجي بره المنهج، كله بيجي من المنهج. ولا الفكره بس ان الامتحان بيكون دسم جدا وفيه افكار تقيله جدا، زي ما حصل السنه دي كده في امتحان الكيمياء. تاني حاجه يا حبيبي، وهي الحاجه اللي انت المفروض تهتم بيها، اساس كل المجالات، وهي اللغه الانجليزيه، ويا ريت يكون معاهم لغه تانية احتياطيه، فرنساوي او الماني، ولكن اللغه اللي هتلاقيها ملازماك طول الشغل طول حياتك وانت هتشوف بنفسك لا مفر منها، هي اللغه الانجليزيه. فحاول على قد ما تقدر تقوي نفسك في اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه مهمه جدا في اي مجال هتخشه، برمجه، هندسه، طب، اي مجال انت هتخشه، فاللغه مهمه فيه جدا فوق ما انت ما تتخيل. تقريبا دلوقتي بقت عامله زي اللغه العربيه، معكش لغه انجليزيه مفيش شغل تقريبا يعني. ومش تقريبا، هو مؤكد في زمن الاي اي وعصر الاي اي، مؤكد تهتم جدا بالاي اي، لان خلاص دخل في كل مهاره بالذات البرمجه. تاني حاجه وهي مفهوم كليات القمه. صحيح انا معاك ان في كليات قمه، بس في كليات قمه تفرق. تاني حاجه الالقاب في الزمن اللي احنا فيه اظن ان انت برضو سمعت الكلام ده من كتير جدا منتشر على السوشيال ميديا. الالقاب في الزمن اللي احنا فيه بقتش تفرق، الشاطر بس هو اللي بيعرف يجيب فلوس، بس مش اكتر. يعني انت تتعلم اصلا، المفروض تتعلم ازاي تجيب فلوس مش ازاي. فعلشان خاطر تجيب فلوس الجامعه لوحدها مش كفايه. واحد دخل مثلا كليه تجاره، ولا على سبيل المثال جايب لك كليه من الكليات المتوسطه اللي اي حد ممكن يقدر يخشها، هل الكليه لوحدها كفايه مثلا؟ لا مش كفايه، لازم يكون عنده اللغه كويسه جدا، لازم يكون متعلم اي اي بشكل كويس، لازم يكون عنده مجموعه شويه مهارات. واحد مثلا دخل حاسبات، هل احنا عارفين دي يعتبر من اكتر الكليات اللي ما تعتمدش على الكليه، اللي انت لو اعتمدت على الكليه هي الكليه بتديك بس شويه اساسيات مش اكتر. لازم برضو تقوي نفسك في اللغه، تقوي نفسك في الاي اي كويس جدا، وهتتعلم برضو الكورسات من بره. فالجامعه ما بقتش هي خلاص كل حاجه، ولا اللقب هو كل حاجه. الشاطر زي ما قلت لك هو اللي يعرف يجيب فلوس مش اكتر. تاني حاجه يا حبيب قلبي، اختيار ربنا زي ما قلت لك هو اهم
حاجه واللي ربنا هيريده لك هو اللي هيكون صح. وهنا برضو هحكي لك قصه صغيره كده قبل ما نقفل الفيديو. وانا في ثالثه اعدادي، انا زي ما قلت لك التنسيق وقف معايا على 3 درجات. هنا يشاء السميع العليم ان انا في امتحان الرياضه الترم الثاني كان في سؤال اظن ان اللي مذاكر هيكون عارفه، اللي هو سؤال البسط والمقام، اللي هو س على س معرفش ايه في او على. في منها الفي مثلا في على س على س س اس 2 وكل الكلام ده. في منها القسمه وفي منها الضرب. اظن ان انتوا كلكم عارفين السؤال دوت. فالسؤال دوت جالي في امتحان 2024، فجالي سؤال قسمه وسؤال ضرب. انا حليت السؤالين صح. السؤالين كانوا ب3 درجات. سبحان الله، حليت السؤالين صح، ولكن تيجي المشكله ان انا بدلت الاجابات. مكان القسمه حطيت اجابه الضرب، ومكان اجابه الضرب حطيت مكانه القسمه، ومعرفتش كده الا بعد ما سلمت الورقه وانا نازل على السلم اخبط دماغي في الحيط. وال3 درجات ضاعوا مني. لو كانوا ال3 درجات دول جيهم كان زماني دلوقتي دخلت رسمي. ولكن برضك يشاء السميع العليم ان انا لو كنت دخلت بالمجموع الاساسي اللي هو من غير ما احتاج ان انا ادفع فلوس زياده، كنت هروح المدرسه من 5 ل6 ساعات او 7 ساعات تقريبا. فبالتالي ما كانش هيجي فرصه اصلا ان انا افكر اعمل محتوى، لان المحتوى اللي انا بصوره دوت كنت بصوره بالنهار. هو كان مجموعهم معدي الثانويه العامه، دخلوا هم، فبالتالي هم اصلا ما كانش عندهم وقت. الوقت اللي انا كنت بقعد اصور فيه هم كانوا بيكونوا في المدرسه. فقلت يمكن يكون مثلا دوت حصل. فبالتالي بص، كل حاجه ليها ترتيب ربنا، ويعلم ربنا ان انا ساعتها برضك ما رضيتش اغش. كنت ممكن اغش، كانت في عيال حرفيا ما تعرفش اي حاجه، كانت من اكتر السنين اللي فيها غش، وكانت فيها عيال كتير جدا هشه. وواثق برضك ان شاء الله باذن الله يعني ان ربنا هيعوضني السنه دي، لان كانت اكتر دفعه فيها غش كانت دفعتنا احنا، وانا رفضت الغش تماما. اللي كان جايب 260 واللي كان جايب 270 والله ما كان يعرف كلمه عن المنهج. كان عندنا الامتحان بينزل قبلها ب10 دقايق وبربع ساعه، مش زي الثانويه العامه امتحان سماعات والكلام دوت. لا، كان عندنا بتكون الامتحان اصلا هم حافظينه وهم داخلين. تاني بقى نصيحه وبجد والله العظيم هتفرق معاك لو انت فعلا داخل مذاكر وعايز تجمع اكبر قدر من الدرجات والتركيز. خش الامتحان وانت قلبك ميت. انا عارف ان التوتر دوت مشاعر مش بايدك، ولكن لما انت تخش وانت قلبك ميت صدقني والله العظيم هتعرف تجيب درجات وهتعرف تركز كويس جدا. لان كل ما انت بتكون داخل خايف دوت بياكل من تركيزك، ولا قدر الله بيقلب بحالات وفاة مع بعض الناس زي ما احنا شفنا كل سنة. ربنا يرحمهم يعني، الواحد بيشوف وفيات. فنصيحة، انا عارف ان هي مشاعر، وانا عارف برضو ان هي عندي طبيعي ان الخوف دوت، ولكن حاول تقلله على قد ما تقدر. حاول تكون داخل وانت مموت قلبك على الاخر، وانت داخل مش خايف خالص. صدقني دوت هيفرق معاك. الممثل احمد حلمي اظن ان اغلبكم تعرفوه، لقيت فيديو ليه منتشر بيقول لك ان هو سقط في الثانويه العامه 3 مرات علشان خاطر هو كان بيكون خايف من امتحانات الثانويه العامه. وفي المره الثالثه لما سقط اكتشف ان هو كان عامل نفسه ان هو مش خايف، ولكن اكتشف ان هو برضه خايف. فنصيحه، لو انت عايز فعلا ان انت تجمع اكبر قدر من الدرجات وتكون في قمه تركيزك، حاول على قد ما تقدر ان انت تخش وانت قلبك ميت وسايبها على الله تماما. نيجي بقى لموضوع المحتوى ونشوف هل المحتوى ان شاء الله باذن الله هيكون مكمل معانا طول فتره الثانويه ولا لا. وفي رساله صغيره برضو لاي حد بيقدم محتوى في سني. بص يا سيدي، طالما احنا داخلين على المرحله ديت، لو انت بتقدم محتوى، لو انت بتعمل محتوى بهدف مثلا ان انت تبني براند، او هدفك هدف معين، اهم حاجه يكون هدف حلال وتكون فعلا بتقدم محتوى ذو قيمه. هقول لك لا، لو فعلا تعرف ان انت تقسم وقتك اهتم بالمحتوى، وانا هقول لك على الطريقه اللي انا همشي بقى ان شاء الله باذن الله، يمكن تفيد حد منكم. ولكن لو انت بتقدم محتوى تافه زي اللي انا بشوفهم كتير جدا على التيك توك، انت بتطلع على مؤاخذه تترقص الرقص للحريم، ماشي، وان انت تطلع تعمل اي بقى افيهات وكل الكلام دوت، فبلاش منه. وكده كده اصلا لو انت بتعمل الحاجات ديت انت كده كده اكيد مش لازمك دراسه، فخليك في اللي انت فيه. او لو انت بقى عايز فعلا تبقى شخص نظيف، فسيب اللي انت فيه وسيبه نهائي وخلي ربنا يكرمك. وهو ان انت تحاول ان انت تجهز اكبر عدد من الفيديوهات، تكون مجمع مثلا افكار فيديوهات، وتحاول تجهز اكبر عدد من الفيديوهات. لو مثلا 50-60 فيديو
انا بتكلم 50 60 فيديو قصيرين، ومثلا من 3 ل 4 فيديوهات كبار مثلا بينزلوا على اليوتيوب، وتصور مثلا كل شهرين او كل شهر مره او كل 3 شهور مره لو تعرف، بس تكون بقى بتجمع افكار على مدار ال3 شهور وتصورهم بقى يا سيدي كده في خلال يومين او 3. وبعد ما تخلصهم كل يوم تخصص لنفسك ساعه واحده بس تعمل مونتاج، ومش لازم بقى خلال الفتره دي تعمل مونتاج جامد، يعني هو شويه مونتاج بسيط. اهم حاجه الفكره اللي انت بتوصلها بس مش اكتر. ومش هينفع بقى ان انت اصلا تقطع خالص، لان انت لو بتقدم محتوى فعلا ليه قيمه وفعلا هيفتح لك براند او هيبقى مصدر دخل ليك قدام، فمش هينفع مثلا ان انت تسيبه. انا بقالي سنه واحده وقلت مش هوقف، لان حرام ان انا اضيع مجهود السنه دي كده كلها يروح على الارض. ولكن هتعمل الطريقه دي وتزود بقى معاها حاجه، وهو ان انا اتعلمت شويه اساسيات AI اوتوميشن، وعملت لنفسي بوت ذكاء اصطناعي ومبرمجه على شويه حاجات، مسؤول ان هو بينزل لي الفيديوهات، هو اللي ينزل لي الفيديوهات خلال فتره الثانويه العامه. انت مش هتشوفني انا اصلا برد على تعليق ولا برد على اي حاجه، هو انا مبرمجه يرد على تعليقات معينه، اللي هو مثلا مديله مثلا 3 4 اجابات زي ما انتم عارفين، الاسئله المتكرره هو بيرد عليها في التعليقات، او سواء اسئله بتيجي في الخاص. هو اللي مسؤول ان هو ينزل الفيديوهات، انا كل ما عليا ان انا اقوم مصور الفيديو واقوم عامل له المونتاج، وهو المسؤول بعد كده عن كل حاجه. بس حاجه زي كده عشان خاطر تكون شغاله معاك اوتوماتيك 24 ساعه، عارفين ان هي عايزه استضافه. وهنا يجي دور هوستنجر، ودوت مش اعلان خالص ليهم والله العظيم. هوستنجر انا لما جربتها من كذا شخص لما بيقعد يعمل لها اعلان، منصه كويسه جدا، تقدر تشتري من عليها اقل استضافه خالص، اللي هي عامله لها حوالي $2.5، اللي هو تقريبا لو الدولار ب50 جنيه فهيخش لك في حوالي 125 جنيه في الشهر، فاللي هم مش فلوس. هتعمل الاستضافه وبتتجدد كل شهر، وتعمل لنفسك بوت زي كده محترم. لو انت متعلم اساسيات AI اوتوميشن وتعرف تعمل حاجه بسيطه زي كده اوتوميشن ويعملها لك بمبلغ رمزي براحتك، ولكن هي ديت الفكره اللي انا همشي عليها، لان ديت يعتبر هتوفر عليا وقت كبير جدا، لانه فكره اصلا ارفع انا الفيديو على المنصات ديت لوحدها كانت ممكن تاخد مني، لو فيديو كبير بياخد مني ساعه او ساعه ونص مقفولين، فانا وفرت وقت بشكل كبير جدا. تاني حاجة أنا عايزك تهتم بيها في خلال السنة ديت، وهي الرياضة. ضروري جدا إن أنت تهتم بالرياضة وتعرف تذاكر كويس عشان خاطر يكون عندك صحة للكلام دوت. وأنا عارف إن أنا أصلا مش أحسن واحد يكلمك على الموضوع دوت، لأن أنا معايا لي تجارب سيئة، وأظن إن هو باين عليا ما شاء الله عليهم، يعني ناجحين جدا في الموضوع دوت. ولكن الساعة والساعتين جيم دول ممكن تقصهم من البلاي ستيشن ولعب الكورة، وإن أنت تنزل قبلها بساعتين وتيجي بعدها بساعتين وتقعد على القهوة، ممكن توفر كل الكلام دوت وساعه لساعه ونص او ساعتين. احد الاصدقاء برضو كان مديني النصيحه ديت وقال لي ان الجيم هيكون كويس جدا. هو طبعا الجيم دوت انت المفروض ان انت تستمر عليه طول حياتك، لان انا زي ما قلت لك اهم حاجه الصحه علشان خاطر تقدر تعمل اي حاجه او تقدر تواجه اي ضغوط في الحياه. وانا عارف برضو زي ما انا قلت لك مش احسن واحد، لان انا رحت كذا مره، كنت اروح شهر شهرين واوقف، ولكن حاول تستثمر في الحته ديت كويس جدا. انا مش بقول لك كده يعني وان انا بتهرب من المهمه، لا، انا ان شاء الله باذن الله برضك انا كمان هنزل جيم، وهحاول برضك ان انا التزم زيك، ان الموضوع دوت هيكون مهم جدا خلال الفتره ديت وبرضك بعد الفتره دي، لان الناس بتيجي الفتره ديت وبتقوم مهمله فيه، يقول لك يا عم دروس ومذاكره، مع انه هو مهم في اكتر حاجه في الفتره دي. حاجه كمان بقى معلش، وهي موضوع البرمجه، ودوت بقى يجي لتانية واولى بكالوريا. فخلينا معلش كده قبل ما نخش في الموضوع دوت نخش في موضوع اللجان، لان انا مش هعمل فيديوهات تاني، يعني فكره ان انا اجي اتكلم عن الثانويه العامه تاني على مدار السنه مش هيحصل، فهحاول الم لك كل حاجه. فنيجي في اخر مرحله اللي هي بتكون في السنه تقريبا، اللي هي بتكون في اخر السنه، لو كان لينا عمر ان شاء الله باذن الله لما تيجي تبدا امتحانات، معظم الاوائل اللي بيطلعوا على الجمهوريه وبيطلعوا على المحافظات، لو جيت سالت ايه هي الحاجه اللي مشتركه ما بينهم، ما بتكونش طريقه مذاكرتهم، بتكون طريقه خروجهم من اللجنه. تخرج من لجنتك سيادتك داخل محترم، مش هتغش، هتتوكل على ربنا، عارف ان اللي ربنا كاتبه لك كده كده هو مكتوب لك مش هيتغير. لا الغش، لو مكتوب لك ان انت تجيب 50% غشتش هتجيب ال 50%، مكتوب لك ان انت تجيب 90 95 هتجيبهم. فانت تخش انت بتكون متوكل على ربنا، ما تروحش مع زمايلك. يعني انا برجح ان انت ما تروحش مع زمايلك نهائي، الامتحانات تروحها لوحدك، ترجع قابلت صحفي بره خد تعالى اعمل معاك لقاء، الامتحان صعب ولا سهل، تقول رايك في الامتحان، ولا تقف مع حد ولا تتكلم مع حد. والله العظيم على مدار السنين اللي فاتت كل لما اجي اسمع حد طلع الاول على الجمهوريه الاقيه طالع بيتكلم يقول لك نفس النصيحه ديت، يقول لك انا ما كنتش بتكلم مع حد، بياخد بعضه ويمشي. الناس اصلا تلاقيها صامته، لا بتضحك ولا بتعيط، واخده بعضها ومروحه البيت وماشيه، وفي حلقه
تعرف ان دي ما شاء الله اكتر ناس هي اللي هتلاقيها جايبه مجموع. فابعد نفسك عن الوش دوت يا سيدي، وساعتها حاول تنام كويس. انا عارف ان انت ممكن تعمل فيها تنين، بس انا بقول لك فعلا المدرسين عندهم حق. انا في نفس مرحلتك اهوت، ودي برضو غلطه من الغلطات اللي انا عملتها في ثالثه اعدادي، ان انا كنت بطبق. فما تطبقش انت في مرحله اهم بكتير من ثالثه اعدادي. حاول تنام من 5 ل 6 ساعات عشان خاطر يا عم الضغوط. هو المفروض اصلا الاساسي ان انت تنام كل يوم من 6 ل 7 ساعات. في خلال المرحله ديت حاول تنام من 6 ل 7 ساعات، لا تحاول تنام اقل وتعمل نفسك فيها سوبرمان، ولا تحاول تنام ولا تنام اكتر وتبقى نام على الخط. فالنوم برضو مهم خصوصا جدا فتره الامتحانات. نيجي بقى يا سيدي لموضوع البرمجه الاولى وثانيه. اولى وثانيه اظن ان كل الكلام اللي فات دول يا ريت انتوا تلحقوا نفسكم وتحاولوا تطبقوه من دلوقتي. ثانيه اظن ان هي بقت شهاده معانا، اللي ليه فرصه قوي هي سنه اولى يجربوا نظام الاونلاين عشان خاطر لو عايزين يستمروا فيه بعد كده. فكل النصايح ديت اتمنى انها تكون فادتكم. نيجي بقى يا سيدي لموضوع البرمجه. كذا شخص قاعد يكلمني بيقول لي انت ليه ما اتكلمتش عن موضوع البرمجه في الثانويه العامه وكل الكلام دوت. بص يا سيدي، الناس اللي اختارت مسار البرمجه ودوت على فكره من احسن المسارات اللي انت اخترتها. لو انت بتختار ما بين الكيمياء والبرمجه، فالبرمجه اسهل 100 مره من الكيمياء على المنهج اللي انا شفته. بص يا سيدي، المدرسين هغششك يعني انا حاجه كده مش هتلاقي حد قالها اصلا. اي مدرس يجي يقول لك تعالى اديك كورس اساسيات البرمجه في ساعتين او 3، مفيش حاجه اصلا. اديني بدالك من دلوقتي، مفيش حاجه اسمها يا ابن الناس كورس اساسيات برمجه في خلال ساعتين او ساعات 3، مستحيل. مفيش اصلا اي حاجه من الكلام دوت. المنهج كله اصلا عباره عن اساسيات برمجه. تقول لي بجد؟ والله العظيم منهجك كله اصلا عباره عن اساسيات برمجه. طب ايه اللي المدرس بيديهولك دوت؟ ديت بتكون اساسيات الكمبيوتر. ولو عايز تشوف بنفسك، شوف يا سيدي اي مدرس سمعت له كورس ساعتين او 3 لما بيقعد يديك الفرق ما بين النظام الثنائي والنظام العشري، ويقعد يقول لك الكمبيوتر بيفهم ايه والكمبيوتر مش بيفهم ايه. الناس اللي في مجال البرمجه اكيد عارفاها طبعا. خش عنده ودوس عندك على وقت عندك على قوائم التشغيل، هتلاقي عندك كورس اساسيات اسمه اساسيات الكمبيوتر. خش شوفه بيشرح ايه، هتلاقيها نفس الحاجات بالظبط اللي اتشرحت لك في كورس اساسيات البرمجه اللي المدرسين مع احترامي ليهم بيضحكوا عليك بيه. مفيش حاجه اسمها اساسيات برمجه ولا في ساعتين ولا في 3. احنا عندنا في البرمجه في كورس اسمه CS50. الكورس دوت حوالي 10 فيديوهات او 12 فيديو حاجه زي كده. المهم يعني كل فيديو فيهم حوالي من 2 ل 3، وفي الفيديوهات اللي اقل شويه وفي الفيديوهات اللي ازيد شويه من 3 ساعات. المهم الفيديو دوت المفروض ان هو اساسيات برمجه، ده من المفروض. ولكن طلع شخص اظن ان انتوا برضو عارفينه اسمه الباشمهندس محمد ابو هدهود، طبعا انا بثق في كلامه جدا. قال لك الناس اللي هتخش مجال البرمجه وتتعمق فيه زي مجال الويب او مجال الموبايل، قال لك دوت ما يكتفيش CS50. CS50 هي مقدمه لعلوم الحاسوب. والله لو شفت منظر الكورس ده هتقول عليه ده البرمجه كلها باللي انت شايفه باللي انت بتاخده في اولى وثانيه ثانوي. علشان خاطر كده قلت لك اختار ماده البرمجه، مش علشان خاطر هي ماده سهله في المطلق العام، لا هي اصلا كلها بالانجليزي. ولكن كل الكلام ده في الكليه، كل اللي انت بتاخده دوت هو مجرد اساسيات. مش عايز اخليك برضو ان انت تستهون بالماده قوي، لان انت اول مره تاخدها، طريقه تفكير جديده عليك خالص. ولا عايزك برضو ان انت تكون مقلق منها جدا، بالعكس هي من اكتر المواد اللي انت لو ذاكرتها وفهمتها صح تعرف تلم فيها درجات. يعني انت كل دوت، يعني انا اصلا كنت بقى استغرب للناس اللي تطلع تقول البرمجه بتاعت ثانويه عامه، اللي هم الطلاب البرمجه بتاعت ثانويه عامه اللي بياخدوها في اولى وثانيه صعبه. لما انت بتقول صعبه وانت لسه مجربتش حاجه، بياخدوها من بتوع مواد حاسبات يا سيدي. بياخدوا مواد، عندك ماده زي اسمها الداتابيز، انا ما دخلتش الكليه ولكن انا دارس الموضوع. مواد زي ماده الداتابيز وماده اسمها الداتا ستراكشر، وما ادراك ما هي الداتا ستراكشر، بلاش اصلا تجربها. كل الكلام دوت كلام عميق، هو اصلا ما حطوهوش ليك. ده انا لما بصيت على منهج اولى ثانوي، يعني كنت باصص عليه كده الامتحان لما جه، كنت باصص كده على كام امتحان، لقيته جاي بيقول له ايه هو طريقه لو انت عايز تنقل ملفات من تليفونين، فلقيته حاطط له من ضمنهم البلوتوث. نعم، هو ده كده اصلا ضمن البرمجه؟ ثاني حاجه يا سيدي، ما تعتمدش عليها لو انت اصلا عايز تكمل في مجال البرمجه، لو انت ما بتطبقش عملي، سواء انت في اولى او في ثانيه. ممكن يكون مش بمزاجك، مثلا انت ممكن تطبق من الموبايل او اللاب بتاع المدرسه حاجات بسيطه، ولكن لو انت معتمد ان انت تاخد عشان خاطر بس ان انت تنجح في الامتحان او تجيب درجات في سنه تانية، فالكلام دوت مش هينفع برضك. هتيجي حتى لو كملت في مجال البرمجه هتنساه. كل اللي اقدر اقوله لك اللي انت ممكن تستفاده من ماده البرمجه عامه، ان انت لو كملت ان شاء الله باذن الله في المجال واتنطق قدامك مصطلحات هتلاقي نفسك فاكرها، تقول ده انا خدت ديت. لو اتكتبت قدامك تكون فاكرها. حتى مثلا لو انت مش مطبق عملي،
طالما اتكتبت قدامك مثلا طريقه بعض اساسيات الاكواد اللي انت مثلا بتدرسها، فاهمني، اللي هي لا تذكر شيء طبعا في عالم البرمجه، هتيجي تقول ايه ده اللغه ديت انا عرفتها منين؟ عشان خاطر انت كنت واخد منها كام سطر بس معلمها، هو دوت بس مش اكتر. انما الناس اللي مفكره انها طالما درستها في اولى وثانيه تقول لك انا هخش اشتغل، دوت صباح الفل، دوت في المشمش، مفيش خالص من الكلام دوت. اخر نصيحه، لو عايز فعلا تضمن درجات في الماده ديت، خد مع مدرس يكون خريج حسابات، مع احترامي برضك للي خارجين تربيه حاسب آلي، ولكن الاتنين كويسين. ولكن انت بتقول لي مين فيهم الافضل، مين هو فيهم اللي دارس العلم؟ هم بتوع حسابات، ودول انا عارف ان انت هتلاقيهم قليلين حتى لو طلبه لسه في جامعه، لان انا ليا طلبه زمايلي كتير جدا لسه في الجامعه بداوا ما شاء الله ان هم يدرسوا من دلوقتي، ولكن هم فعلا بيكونوا متمكنين جدا من المنهج. فخد مع المدرسين اللي تكون خريجه حسابات، ما لقيتش خد عادي جدا مع خريج تربيه، وانت كده كده اصلا هتلاقيهم قليلين لان اغلبهم بيتجه للشركات والعمل الحر. وفي 2 من كبارات المجال قالوا ان هم يشرحوا المنهج مجانا على اليوتيوب في بوست. قناه الباشمهندس غريب الشيخ، خش ابحث عنها، وقناه الباشمهندس اسامه الزيرو، دوت يعتبر من اشهر الناس في الوطن العربي اصلا لتعليم البرمجه، دوت ممكن تخش تبحث عن القناه ديت وتخش تتابعه. هو كان منزل في بوست قال ان هو يشرح المنهج، ودوت يا حظك ويا بختك اصلا لو شرح المنهج تاخد معاه، طبعا اضمنه لك طبعا 100%. موضوع بقى ان انا اصلا اشرح برمجه، فدوت الموضوع لسه مش في دماغي قوي، ممكن لما نخلص الثانويه ان شاء الله باذن الله بعدها بسنه او بسنتين، ولو فكرت في الموضوع دوت ان شاء الله يعني هتلاقيني طبعا بعلن عنه. وبس كده يا سيدي، دوت كده كان بالنسبه لموضوع البرمجه، فحاول تتاسس فيها كويس جدا جدا جدا. بالنسبه لاساسيات الكمبيوتر حاول تتاسس فيها كويس جدا، وتاخد مع مدرس يكون شاطر. اظن ان انا كده يعتبر خلصت كل النصايح. بالنسبه برضو لموضوع الكتب لدفعه ثانويه عامه، ما تشتريش اكتر من كتاب. فكره ان انت تجيب كتابين و3 وتعمل نفسك فيها تنين، كل اللي انا اقدر اقوله لك لو انت عايز تمشي صح، امشي مع المدرس اللي انت هتاخد معاه، المدرس اللي انت هتستمر معاه، اللي يقول لك عليه اعمل عليه. قال لك هات 100 كتاب هات 100 كتاب، قال لك هات كتاب هات كتاب، اللي هو يقول لك عليه اعمله، ما تعملش انت خالص اي حاجه من دماغك. كل اللي انا عايزه ان انت تسيب له نفسك، يكون مدرس انت واثق منه، تسيب له نفسك بس مش اكتر. بس كده يا سيدي، وانتظر بقى ان شاء الله باذن الله، يعني في مفاجآت جايه كتير، ولكن لما نخلص بقى ان شاء الله باذن الله السنه في مفاجآت ان شاء الله باذن الله نعلن عنها، مفاجآت كتير ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وبس كده، انا عارف ان انا طولت الفيديو، وسلام بقى لحد كده.